سلام، أنا رشيد. بغيت نعاود لكم قصتي. أنا من صغري كنت واحد الطفل اللي منبوذ وما عرفتش علاش. ما كان حتى واحد كيبغيني ولا كيقرب ليا في عائلتي ولا حتى ولاد الدرب. ما كيبغيوش يلعبوا معايا، ديما عازليني بوحدي بحال فيا الشوك ولا شي زومبي كنعض. ولكن فاش كبرت وعرفت السبب ديال هاد المعاملة الخايبة اللي خلاتني نحس براسي إنسان ناقص، عذرتهم كاملين. باش عرفتوا علاش؟ حيت أنا شكلا كنت كنخوف بزاف، ماشي بيدي ولكن كتاب عليا المكتوب. فاش كنت صغير خويت عليا كوكوت ديال الحريره طايبه، باقا كتبقبق. كانت كطيب على بوطه صغيره وانا كنتعلم نوقف. سخريه القدر، اول خطوات في حياتي بداو بكارثه. واخا داروا لي الاسعافات الاوليه في الدار، ما قدروش يعتقوا وجهي. وماديا حنا ناس ما فحالناش، ولا تقدروا تقولوا فقراء، والغني هو الله. ما عندناش باش ندير التجميل، ما كاينش فلوس، فاضطريت انني نكبر كطفل مشوه. شحال من مره كيخزنوني الا كانت شي وحده كتوحم، والوالده كتغوت عليا باش نغبر من حداها. ما نشوفش حسك جايه فلانه كتوحم. وصلت ل 15 عام وخرجت من القرايه. الصراحه كنت كسول وكنتعرض للتنمر بزاف. كاع الظروف باش نخرج كسول بيطالي شمكار متوفره ليا. ايوا ما علينا. مشيت صاوبت براكه في السطح باش نتعزل على الناس ويكون عندي العالم ديالي بوحدي. وربيت فيها الحمام، كيجيو ياكلوا من يديا بلا خوف من شكلي. ربيت قط عطاني الحب والحنان اللي ما لقيتش في البشر وفي لحمي ودمي والعائله ديالي. فاش جات كورونا فرحت بزاف، حيت ولات الكمامه اجباريه. وليت كنديرها وانا فرحان حيت غنخبي وجهي. كنزيد عليها حتى كاسكيطه ونضاضر باش ما نبقاش نبان وحتى واحد ما يشوف وجهي. المهم بديت كنمشي السواق نبيع الحمام باش ما كان غير اللي قسم الله ونجمع الفلوس. عزلت رسميا على عائلتي. كل مره كنصلح حاجه ونقاد حاجه في داك السطح، مره الكوزينه، مره الدوش، مره كندور مع مالين الدار بحال كريم من عندهم سطح وصافي. ولكن تصدمت نهار قالوا لي داك الفوق خصك تخويه، خوك باغي يتزوج. تصدمت صدمة عمري حيت حطيت رزقي كله باش نقاد العالم ديالي تما. ولكن عمرني قدرت نتلاج معاهم ولا نجادلهم. علاش هاد التمييز بيني وبين خوتي؟ وعلاش هاد الفرزيات؟ واش هذا ذنبي حيت وقع لي هاد الشيء؟ حتى واحد ما كيحملني. اش الله هضر في خاطري ولكن سكات حسن. المهم طلبت منهم غير واحد الشهير باش نخوي لهم السطح، ومشيت للسوق كيف العاده نبيع ونشري. ولكن مهموم. سولني واحد الصديق ديالي الروح بالروح، هو الوحيد اللي ما كيخافش مني. قال لي مالك؟ لقاني قلبي طايب بالحقره اللي مني عقلت على راسي وانا عايش فيها. عاودت ليه على من صغري حتى لكبري كل شيء. قال لي البكا من ورا الميت خساره برشيد. تسناني تجمع السوق وانا معاك. سالينا جمعنا رزقنا. قال لي يلاه معايا لواحد البلاصه نواحي المدينه. داني لواحد دار قديمه ديالهم مبنيه بالتراب، نصها رايب والنص الاخر قرب يريب، وداير بها واحد البلاد. قال لي اش بان ليك الا بغيتي تسكري هنا؟ والسوق قريب ليك وكاين المركوب قريب، وجيب الحمام ديالك هنا راه ما كاين اللي يدوي معاك حتى تدبر على ما احسن. قلت ليه نفكر ونرد عليك. الاخبار. صافي هي هذيك. مشيت للدار وبقيت تنفكر. ما كاينش بلاصه فين ندي الحمام. حتى واحد ما غادي يبغي يكري ليا السطح حيت كلشي كيقولوا الحمام كيخنز الدنيا. ايوا هي هذيك. فكرت مزيان وتوكلت على الله وكريت ديك الخربه. وبديت ثاني نصلح ونقاد بلاصه الحمام وخويت دار الوالدين في مره واحده. ودرت عاهد بيني وبين نفسي، الا سولوا عليا غادي نسى ونسامح، وإلا ما سولوش عليا ما عمري غادي نسول فيهم. صافي. مشيت لهداك الخلار ديتو جنان كبير واستغليته مزيان وزدرت فيه الدجاج والوز وقنيه والطوس. واخا عارف ما دياليش وشي نهار حتى هو غادي يخويوني وماليه. داكشي علاش بديت كنفكر المستقبل ديالي. ربي عطاني خبزتي في هاد الدومين. صافي توكلت على الله وبقيت كنجمع حتى شريت ارض ديالي ودرت فيها كوري ديال الدواجن. بقيت كنكبر داك الدجاج وندير بلاصتي في السوق شويه بشويه. وبديت رحله علاج وجهي، درت عمليات كثيره والحمد لله تحسن المظهر ديالي بزاف على قبل. وغادي تسولوني على عائلتي، ما بقات عندي عليهم التخبار من نهار خرجت من الدار. حتى هما عمرهم سولوا عليا، بحال كنت بحال شي شويشة الهم على قلبهم وتهناو مني. اليوم وانا كنتامل في هاد الجنان اللي بنيت بيدي، عرفت باللي العيب عمره ما كان فيا، كان في عيون الناس اللي بغاو يشوفوا غير البشره ديالي ونساو روحي. يمكن شكلي بدل حياتي ولكن طموحي هو اللي رجع لي ذاتي. فاش كتكون بوحدك في الدنيا يا كتنهار وطيح يا كتوقف وتبني. انا اختاريت نبني، وبغيت كل واحد مهمش ولا منبوذ في هاد الحياة يعرف بلي الإهمال ديال الناس هو اللي غادي يدير منك شخصية قوية. قولوا لي في التعليقات شنو هي أكبر حاجة قهراتكم في حياتكم، وكيفاش قدرتوا توقفوا على رجليكم من جديد. كنتمنى تشاركوا معنا التجارب ديالكم باش كل منبوذ أو مهمش في هاد الحياة يعرف بلي كاينين الناس بحاله، وبلي حتى هو يقدر يبدل حياته من الأسوأ للأحسن. ما تنسوش تخليو جيم
أول مرة كطلع لكم صفحتي ديروا متابعة باش يوصلكم الجديد، ودخلوا عندي القناة اليوتيوب ودعموني، راه المحتوى ديالي كيستاهل الدعم. شكرا بزاف.